طريق سريع بأزيد من 1000 كيلومتر بين تزنيت والداخلة مرورا بالعيون بميزانية تناهز 10 مليارات درهم. ويضيف المغرب بهذه الطريق لبنة وتحفة جديدة إلى صرح إنجازاته الضخمة من قبل القطار فائق السرعة وميناء طنجة. ولهذا المشروع الضخم فضلا عن تأثيره في التثبيت النهائي للأقاليم الجنوبية في محيطها الطبيعي بعدا قاريا يمنحها تأثيرا استراتيجيا لا يمكن إنكاره. ولم تكن إفريقيا جنوب الصحراء قريبة قط بهذا الشكل، حيث سيعطي هذا المشروع دفعة قوية لتدفق التبادل البشري والمبادلات الاقتصادية والثقافية بين المملكة وبلدان من قبل موريتانيا والسنغال ومالي. وبالفعل سيمكن إنجاز هذا المشروع من تقليص مدة وكلفة التنقل وتحسين سيولة حركة السير ومستوى الخدمة والسلامة الطرقية، كما سيسهل حركة نقل البضائع بين المدن الجنوبية للمملكة والمراكز الرئيسية للإنتاج والتوزيع. وتقدر قيمة المشروع ب 8.5 مليار درهم، يضاف إليها مليار درهم لمشروع الطرق الدائرية غرب مدينة العيون على طول 7 كيلومترات ومعبر وادي الساقية الحمراء. ميناء الجويرة. بعد إعلان القناة العمومية تقريرا بمناسبة قرب انتهاء الأشغال الخاصة بمشروع ميناء الداخلة، أعلنت وزارة التجهيز والنقل أن المغرب يعمل على إنشاء ميناء آخر وهو ميناء الجويرة. وتمثل هذه الخطوة إحدى أبرز أوجه فرض السيادة المغربية على منطقة الجويرة بعد إخراجها من المنطقة العازلة عقب التدخل الميداني للقوات المسلحة الملكية في الكركرات لطرد عناصر البوليزاريو التي كانت تقطع الطريق البري الرابط بين المغرب وموريتانيا في سنة 2020. إذ عقب ذلك أحدثت الرباط تغييرا جذريا في الجدار الرملي الذي تحول جنوبا صوب موريتانيا بعدما كان يمتد إلى أقصى الشرق لينتهي في السواحل الأطلسية، ما يعني عمليا منع أي إمكانية لوصول العناصر الانفصالية إلى الشواطئ. كما يخطط المغرب إلى تنمية منطقة الجويرة وتعميرها على نطاق واسع مستقبلا عبر عدة مشاريع اقتصادية وسياحية. مشروع الطاقة الرياحية بمدينة الداخلة. يعتزم صندوق أمريكي بنيويورك إطلاق استثمار ضخم لإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الرياحية بأحدث المعايير التكنولوجية بمدينة الداخلة. ويتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمشروع إلى 900 ميجا وات من الطاقة الكهربائية. وستوجه الطاقة الكهربائية المنتجة من طرف هذه المحطة إلى البلوكشين، وهي تكنولوجيا لتخزين المحتويات الرقمية على شبكة الإنترنت، لكنها تتطلب اقتصاد الكثير من الطاقة الكهربائية. كما يرتقب أن يشغل هذا المشروع الأول من نوعه بالمغرب نحو 1200 مهندس على مدى 10 سنوات. وفي المرحلة الأولى تم استثمار 100 مليون دولار من أجل تمويل إنجاز الشطر الأول الذي انطلقت أشغاله في سنة 2020 في أفق شروعه في إنتاج 50 ميجا وات. وتعد مدينة الداخلة من أكثر مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة منطقة رياح بامتياز عالميا، إذ تصل سرعة الرياح إلى 35 كيلومتر في الساعة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى الاشتراك في